السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي ويا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الورد والفل والياسمين على احلى متابعين. يا صباح الجمال وكل حاجة حلوة. تعالوا بقى شوفوا معايا النهاردة. حبيت اشارك معاكم الروتين بتاع النهاردة. غسيل المواعين في البحر، وكمان هعمل لكم اسهل واسرع تتبيلة للفراخ المشوية. عيشوا معايا بقى جو الريف كده، وغسيل المواعين جوه الريف وفي البحر. وكمان نشوف بقى لولو عملت ايه. كل لما نقشر التوم ده تاخد الهون تروح كبه التوم على الارض. مش عارفين نقشر منها توم خالص. كملوا بقى معايا الفيديو للاخر، وما تنسوش بقى تحطوا اللايك يا حبايبي. ان شاء الله الفيديو يعجبكم جدا جدا. وما تنسوش بقى تحطوا اللايك. ولو انتوا اول مره تشوفوا قناتي، انا سمسمه ودي قناتي. بقدم فيها يوميات وروتينات وحاجات كده، يوم البسيط كده، وكل حاجه كويسه ان شاء الله. انزلوا تحت اعملوا اشتراك في القناه، فعلوا جرس التنبيهات على كله عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بنزله. شايفين بقى شكل البحر عامل ازاي؟ وقولوا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى احلى قعده ديت، والله ببقى مستمتعه بيها جدا وانا قاعده وسط البحر كده، اغسل المواعين. هدوء وراحه كده نفسيه. والواحد قاعد كده شايف الميه والبحر كده واسع، والشجر على شط البحر وكده، يعني هدوء وراحه نفسيه كبيره جدا. اما يكون الواحد زعلان من حاجه، او في حاجه مزعلاه او تعبان او في اي مشكله، احب ان انا اروح البحر واغسل كده المواعين، وافكر في المشكله اللي انا بتواجهني وكده، واحاول ان انا احلها واشوف لها حلول وافكار وكده. انا بقى كنت عامله امبارح بقى قرص يا حبايبي، وكنت جايبه كمان الصاجات بتاعه القرص معايا عشان اغسلها، ولميت كل المواعين اللي عندي وعشان اغسلها. انتوا عارفين ان احنا ما عندناش، مفيش هنا مجاري في المنطقه بتاعتنا. فبنغسل المواعين في البحر. انا بصراحه قبل ما اتجوز يعني كنت بغسل المواعين عادي على الحوض زي الناس كلها. بس لما اتجوزت المكان اللي انا عايشه فيه دلوقتي لازم بيغسلوا المواعين في البحر. فطبعا المثل بيقول ايه، يعني عيش في الواحدة لما بتتجوز بتعيش في يعني ايه، بتبقى بتعمل نفس الحاجة اللي بيعملوها اهل البيت اللي هي متجوزة فيه. او ما بتيجي طبعا بتغيري من بيت اهلك لبيت جوزك، فانت بتعملي كل حاجة هما بيعملوها في بيت جوزك. كل الحاجات اللي كنت بتعمليها وانت لسه قبل ما تتجوزي، خلاص ده كله يعني بتاخدي منها يعني الحاجات اللي كويسة بس، او كده، او التعليم انت كده بس طبعا الواحدة لما بتتجوز بتمشي زي ما البيت اللي هي داخلة فيه ما هو ماشي. طبعا البيت اللي انا داخلة فيه ده بيغسلوا المواعين في البحر، ومش هما لوحدهم، كل الجيران وكل الناس اللي موجودة في المنطقة هنا. زي ما قلت لكم مفيش هنا مجاري ومفيش غاز بس الحمد لله، يعني الحمد لله. عايشين في منطقة بعيدة كده عن المدينة، بس الحمد لله على كل حال. بصوا طبعا شكل المواعين ازاي وهي بتلمع كده. هجيب لكم دلوقتي الكاميرا على التشت. وحبيت كمان انتوا تشوفوا تعيشوا معايا الجو الجميل ده وجو البحر كده وغسيل المواعين. ربنا يا رب يخليكم ليا ويرزقكم برزق الحلال الواسع، اللهم امين. ربنا يجعلكم دايما يا حبايبي منورين قناتي ومنورين حياتي. يلا بقى حطوا لي تعليق بقى كده حلو. بس انتوا والله لو جربتوا الاحساس اللي انا بقول لكم عليه ده، تقعدوا كده وسط الميه كده وتغسلوا المواعين كده، والبحر كله كده قدامكم، والشجر والزرع بقى يا جماعه. عقبال لو جيتوا كده وعشتوا ومشيتوا شويه وسط الزرع كده والخضره والهوا كده يبقى مقابلكم. ولا تقولوا لي بقى بيوت، ولا تقولوا لي بقى الحر والصهد والحاجات دي كلها. بصوا انا غسلت اهوت شويه مواعين. عايزه اقول لكم ان الصابون اللي انا بغسل بيه المواعين ده انا اللي عاملاه في البيت، وانا كنت منزله الطريقه بتاعته كذا مره على القناه. اهم حاجه بقى الواحد يدعك الحله كده زي ما انتوا كده شايفين على حته الحجره ديت بالسلك كده والصابون. الصابون دوت طريقته حلوه جدا جدا. ادخلوا على الفيديو بتاع صابون المواعين ان شاء الله هيعجبكم، وجربوه. بينضف المواعين وما بيهرش السلك معاكي، حلو جدا جدا. بعد كده بقى فاضل معايا المعالق والاطباق وكام حاجه بقى كده،
وشويه الصاجات دولت اللي هم مكان خبيز القرص. انا طبعا شاريه الصاجات ديت يا حبايبي اهيت، عشان تتحط في الفرن بتاع البوتاجاز. فانا جايباها التلاتة بالمقاس ده عشان تتحط في فرن البوتاجاز. شايفين طبعا مكان القرص مدور ازاي في قلب الصاج. فانا عشان طبعا مشغلش الفرن الغاز، فانا بخبزهم جوه البوتاجاز وطلع زي ما انتم شايفينها. اللي حابب يشوف طريقه القرص الطريه يتفرج على الفيديو بتاعي امبارح، هيلاقي فيها طريقه القرص الطريه من الالف للياء. قرص فلاحي بقى 10/10. والله قرص تتاكل حياة، لا محتاجه جنبها عسل ولا جبنه ولا اي حاجه. وهبدا بقى اغسل الصاجات دي زي ما انتم كده شايفين. بصوا بالشكل ده. احنا بقى كنا دلوقتي وقت العصر بقى. كان فاضل بس ايه. انا كنت مطلعه بقى كمان كده فرخه عشان اتبلها. هي مش فرخه كامله يعني، هما 4 وراك كده كانوا عندي مطلعاهم عشان انا بحب ان انا اتبل الفراخ من قبلها بيوم. انا بحبها كده، بحس ان الطعم بيبقى مركز فيها وبتبقى احلى. فان شاء الله هحاول ان انا اصور لكم لو مساحه التليفون تكفي ان انا اصور لكم يعني طريقه تحضير الغداء وكده. بس انا عايزه اقول لكم بقى، شايفين شكل السمك؟ بصوا السمك اهوت. حاولت القط لكم لقطه كده من السمك كده وسط الميه. دلوقتي بقى نعمل طريقه التتبيله مع بعض. طماطميه متخلطه مكعبات وبصله وملح وكمون وشويه من السبع البهارات وشويه خل وشويه زيت، معلقه زيت كده ومعلقتين من الخل، معلقتين كبار. ونضرب ده كله في شويه من القرفه وشويه فلفل اسمر، نضرب ده كله في الخلاط مع نص كوبايه ميه. بعد كده بقى عند الاربع وراك فراخ كده بعمل لها فتحات كده بالسكينه. بصوا زي كده. وطبعا الفراخ مغسوله كويس جدا. وبعد كده بحطها في التتبيله واسيبها في التلاجة لمده من قبلها بيوم، مده 24 ساعه. بعد ما احطها بقى في التلاجة تعالوا بقى شوفوا لولو. احنا بنحب بقى نقشر التوم دوت ونحطه على رف التلاجة كده وقت ما نعوز يعني نحطه كده نسحب منه. عشان مثلا من ساعة الأكلة نقوم نعمل يعني نقشر وكده. لا فبيبقى مثلا ساعات تبقى انا مستعجلة او بعمل حاجة في الغيط، فاحب ان انا يبقى التوم متقشر جاهز. فقلت البنات بقعد قشروا شوية توم. طبعا اختها كل ما تقشر شوية توم زي ما انتوا كده شايفين تمسك الهون وتروح كبه التوم على الارض. فصراحة مش عارفين نعمل منها اي حاجة خالص. ربنا يخلي لكم اولادكم ويحفظهم ويرزقكم يا رب. اللهم امين، وتشوفوهم كده احسن ناس في الدنيا. طبعا الاطفال الصغيره ديت بالذات الفتره اللي هي بيحبوا فيها وبيمشوا ياخدوا كل حاجه ويرموها في الارض يكسروا حاجات. فالحمد لله يعني. يا رب في النهايه يكون الفيديو عجبكم، يكون فيديو خفيف كده على قلبكم. ما تنسوش بقى يا حبيبي تحطوا لايك، وكمان انزلوا تحت تعملوا اشتراك في القناه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.